فضروري انت ولا انت غيكون طلع لك واحد من الفيديوهات اللي كيبان فيهم مدينه القصر الكبير بالمغرب في واحد الحاله اللي صعيبه، في واحد الحاله ديال الفيضانات، في واحد الحاله اللي ماشي سهله. فمنين جاو هاد الفيضانات؟ شنو السبب ديالهم؟ كيفاش ولات المدينه من واحد المدينه اللي عامره كتعج بالسكان لواحد المدينه خاويه بعد ما كانوا دار الاخلاء ديال السكان من القصر الكبير. فهادشي كامل غنعرفو في الفيديو ديال اليوم. ما عليك لا تبقى حتى الاخر باش تفهم القصه من الاول حتى الاخر. فمدينة القصر الكبير صراحة مدينة ماشي صغيرة، بل بالعكس راه فيها أكثر من 120 ألف نسمة في 20 كيلومتر مربع. جات في الشمال ديال المغرب، وكاملين شفنا داكشي اللي واقع فيها حاليا. داكشي ما جاش عبثا بعد ما كان عمر سد وادي المخازن. صراحة شحال هادي كان عندنا الجفاف، يعني كانت الأرض ما شابهاش. آه، السدود كانوا ناقصين في النسبة ديال المياه اللي فيهم، ودابا مع هاد وفرة ديال الثليجات فالسدود عمروا بواحد الطريقه اللي خياليه، عمرت الارض وتبلوكات وبداو كيعمروا حتى السدود. فسد وادي المخازن طلع حتى ل 140%، واحد الحاجه اللي انورمال. داكشي علاش تحلوا السدود ولاو كيطلقوا في الانهار. بحال القصر الكبير اللي حدا الواد ديال واد اللوكوس، فين سد واد المخازن بدا كيطلق في سد واد اللوكوس. في واد لوكوس. ف واد لوكوس بدا كيعمر، وبدا المنسوب ديال المياه كيخرج زعما عن الاطارات ديال الواد. ففاش بدا كيخرج هذاك الماء من واد من واد لوكوس على الاطارات ديال هذاك الواد، فبدا كيطلع البلايص اللي حداها. البلايص اللي كانوا حدا داك الواد كان القصر الكبير بالدرجه الاولى. فالقصر الكبير عمر بواحد الطريقه اللي خياليه. زناقي كيبانوا لك عامرين، كيبانوا لك الديور اللي عنده المحلات مشاو. اللي عنده طوموبيلات كيبانوا لك غاديين مع الجرف ديال المياه. فشي حاجه اللي ماشي سهله صراحه. تكون ناعس تيبان لك داك المنظر الرهيب جاي قدامك، واحد الالاف ديال الاطنان ديال المياه. فراه ماشي سهله. واد لوكوس بقى غادي كيكب في البحر، وما كفاش داكشي كامل ولا كيدخل كيكب حتى في الجنايب ديال واد لوكوس ديال هو نيت. فهادشي اللي خلى القصر الكبير يعيش هاد الواقعه الصراحه المحزنه. وبعد طلب ديال السكان دارت عملية الإخلاء من طرف السلطات، يعني أكثر من 60 ألف شخص اللي دار الإخلاء ديالهم. الشيء الآخر مازال عايش صراحة. ما عنو على حتى شي وفاة، مازالنا عايشين الحمد لله. تقريبا صحة جيدة. اللي كاين مازال في دارو، اللي عنده الدويرة ديالو راه ساكن فيها. صراحة ما كاينش علاش نتخلعو. هادشي واخا كيدار في القلب، يعني ما علينا الا ندعيو معاهم. اللي عنده شي حانوت، اللي عنده شي مغازان، اللي عنده شي حاجة ديالو ومشات ليه، فصراحة الله يعوضو. فيها خير، يعني هادشي كامل اللي شفنا راه شحال من بلاصة مشات اسفي مؤخرا. حتى هي واحد الفيضانات اللي مريعة. الشتا الحمد لله هاد العام هذا ديال الشتا البرد جاب بواحد الطريقة اللي انورمال، ما عشناش هادشي راه من واحد 15 عام دابا. فجات الشتا شفنا ايضا المنظر ديال التيرانات اللي كانوا كيكبوا فيهم الشتا. يعني واخا هادشي كامل راه ربي مازال كيرزقنا، ربي مازال كيلطف بينا. أه واحد الشتا اللي ما حبساتش هادي شهرين ولا 3 شهور. يعني واحد الصبان رهيب، يعني السدود تقريبا ديال المغرب كامل عمرو. وهادشي اللي ادى الفيضانات اللي كاينين دابا. وخاصة ان المغرب البنية التحتية ديالو مع الشتا ضعيفة شوية، حيت ما عرفناش هادشي كامل ديال الشتا منذ سنين، يعني ما وجدناش راسنا وما تأهبناش. هذا درس، يعني قبل ما يجي الموضوع 2030 وتكون عندنا القضية عامرة، نحاولوا أننا نقادوا البنية التحتية، ونحاولوا أننا زعما نستيكيو القضية. فهادشي ما كان في الفيديو ديال اليوم، واحد التغطية خفيفة واخا اني تعطلت، فما القضية عندي مزيرة شوية. هادشي ما كان في الفيديو ديال اليوم. نتمنى انك تابونا الا تفرجتي في الفيديو ديال هنا. ما عليا الا نقول لكم ان شاء الله